ثلاثة في 12 2012 جا موراه شي واحد ومشى معاه من تما رجع. الله يرحم الوالدين اللي شافوا ولا جاب عليه الخبر في شي بلاصه يعني التوزيم ولا الرقم اللي على الشاشه. ولا كنت كتشوفني راه ولادك توحشوك. سلام حبايبي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم مزيانه في احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم معايا في قصه جديده في موضوع جديد. كنتمنى ان شاء الله هاد القصص كلها اللي كنحط لكم تنال الاعجاب ديالكم وتعجبكم ونكون عند حسن الظن ديالكم. ما علينا، نبداو قصتنا. قصه اليوم هي قصه اللي اهتزت الرأي العام كامل، كل شي حار وكل شي بدا كيفكر. فقبل ما ندخلوا في لي ديتاي ديال هاد القصه بغينا نرجعوا شويه للور ونبداو القصه من الاول. فقبل ما نبداو قصه اليوم بغيت ندير انا وياكم اسم مستعار لهاد الابطال ديال القصه. فالزوج اخترنا ليه الاسم ديال محمد والزوجه نختاروا لها الاسم ديال فاطمه. فغادي نمشيو كاملين لشمال المغرب، مدينه تطوان وبالضبط مارسيل. سنة 1979 غادي يتزوج محمد وفاطمة وغادي يرزقهم ربي بثلاثة ديال الوليدات. كانوا ظريفين بزاف مع الجيران ديالهم والمعارف ديالهم، وخاصة الزوجة ماشي من داك النوع اللي كيدير صحابات بزاف، يعني تدخلهم لدارها وتعاود لهم سرارها. كان شادة تقارها، يعني كانوا محتارمين الجيران ديالهم وكانوا موقرينهم وكانوا ظريفين معاهم لواحد الدرجه اللي زوينه وكيعرفوهم بسمعه اللي طيبه. لكن في سنه 2012 غادي توقع واحد الحاجه ما كانش في الحسبان ديال هاد العائله، غادي تقلب هساسها على راسها. ففي سنه 2012 كانوا جالسين عادي وبخير، واحد شويه غادي يسمعوا دقان في الباب ديال الدار. فغادي تنوض الزوجة تفتح الباب، فغادي تلقى صاحب راجلها. قال لها الا كان ممكن عيطي لي على راجلك. داكشي اللي كاين. مشات فاطمه عيطت على محمد، قالتها ليه، وهو يهبط عند صاحبه وركب معاه في الطوموبيل ديالو. من تما ما بقات سمعت عليه حتى شي خبر. بقات مستحمله وهز ولادها وكتسنى على الله راجلها يبان وتبان عليه شي خبر. وفوقش ما كان كيوصل العيد والعواشر كيتفكروه وكيحزنوا لانه خلى بلاصتو كبيره وكان ظريف مع وليداتو. فغادي تقرر فاطمه انها تمشي لبرنامج مختفون اللي كان كيبث على القناه الثانيه دوزام في هذيك الوقيته. وهذا البرنامج اللي لقى صدى كتير ومن خلاله بزاف ديال العائلات لقاو المختفين ديالهم. فغادي دير نداء وتقول لهم عافاكم اللي شاف راجلي ولا عرف عليه شي خبر يتواصل على الرقم اللي كيكون تحت الشاشه. هذا الرقم هذا كيخلوه الاسر اللي مجلين لهم عائلتهم باش هكا الا شافهم شي واحد يتصل بهم ويلقاوه. عاودت القصه ديالها وكيفاش اختفى راجلها. على الله يشوفوا شي واحد في شي بلاصه ولا تسمع ليه شي خبر ولا هو براسو يشوف هاد النداء هذا. من مورا هاد النداء هذا فاطمه استسلمت وما بقات كدير حتى شي حاجه وحتى شي خبر ما وصلتها من عند راجلها. فهذه 24 ساعه من هاد السنه هذه اللي هي سنه 2023 غادي تهتز مواقع التواصل بخبر كصاعقة اللي كان صدمة كبيرة للمغاربة كاملين وخاصة ساكنة مارسيل والجيران ديال هاد الزوجين. خبر اللي تنتشر على مواقع التواصل اللي كان العنوان ديالو بأن الشرطة اعتقلت الزوجة لاشتباهها في القتل ديال الزوج ديالها ودفنته في كراج تحت الدار. فالناس منين غادي يرجعوا غيعرفوا بالله هاد الزوجه هادي هي نفس الزوجه اللي دازت في مختفون سنه 2012 وهمت المغاربه كاملين بان الزوج ديالها اختفى، وفي الحقيقه الزوج ديالها مات ومات مقتول. والصدمه الكبرى انه من مورا اختفاء
الزوج ديالها غادي يتبع ليه حتى ولدها اللي غبر غبره وحده وما خلى حتى اثر. وفاش كيسولوها الناس فين هو، مره كتقول لهم مشى ليبيا ومره كتقول لهم مشى الجزائر، ولكن عمره مازال ما رجع ولا بانت عليه شي خبر. وبعد مرور سنوات البنت ديالها بثينه غادي تنتحر، وكاين اللي كيقول بلي مستحيل تقتل راجلها بوحدها، ضروري ما غيكون شي واحد اللي ساعدها، لانه راجلها كانت عنده بنيه جسمانيه قويه، وهذا الفعل هذا ما غيعاونك الا شي واحد اللي حتى هو قوي بحالك. ففعلا الشرطه اعتقلت كذلك حتى الاخ ديالها الشقيق ديالها بالتورط ديالو في هذه الجريمه والمساعده ديالته للاخت ديالو في قتل الزوج ديالها. لحد الان مازال ما كاين حتى حاجه رسميه، يعني حتى بلاغ رسمي اللي غادي يقول لنا شنو واقع. الصراحه واخا يكون طرا بيناتهم اللي طرا، واخا يكون الشخص المقتول هو الظالم، فالروح كتبقى عزيزه عند الله. وهذا الشيء اللي بان من هذه القصه هذه، يعني واخا مرات 11 عام ويعني القضيه ما بقى ليها والو ودخل في التقادم الى وقت اكتشفت القضيه وتفضح كل شيء. هادشي كيبين بان الروح عزيزه عند الله. وكنظن ما كايناش شي نار بلا دخان، بما ان هذا الرجل غيكون قتل المراه 100 مره قبل ما تقتلوا مره. لكن كيف ما كان وكيف ما كنقول لكم ديما، ما كاينه حتى حاجه كتبرر هذه الجريمه البشعه، وخاصه انها خرجت وهمت المغاربه كاملين وبدم بارد بالكذوب، ولادها حتى هما كانت النهايه ديالهم بائسه. هادشي كيخلي بزاف ديال علامات الاستفهام حول هذه القضيه، وانا كنخلي لكم القصه مفتوحه في انتظار الى كاين شي جديد بخصوص هذه القضيه. وبغيت نعرف الاراء ديالكم حول هذه القضيه الغامضه، والقصه اللي بغيتوني نعاود لكم المره الجايه ما كرهتاش تكون من عندكم نتوما. فكنضرب لكم موعد ان شاء الله في قصه جديده، وإلا كان شي خبر بخصوص هذه القضيه فاكيد غادي ندير جزء تاني. السلام عليكم.